بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بيتزا أسطورية. ما نقولكش بمكونات موجودة في كل بيت، ولكن نقول لك بأقل المكونات ممكن وبأسهل طريقة للعجينة وللصلصة. يلا نشوفوها. تحطي كاس ما دافي، نص ملعقة خميرة الخبز، نص ملعقة سكر، نص كاس فارينة، تخلطيهم مع بعض وتغطيهم وتخليهم يتفاعلوا على جهة 10 دقائق، مدة 10 دقائق. في هذا الوقت تجيبي الصلصة تاعك، طماطم كمية اللي حبيتي قطعيها وحطيها على نار هادية تدبال، ما تديري لها والو، لا ما لا حتى حاجة. من بعد تعرفي وعلاش. نروحوا نجيبوا المكونات اللي يتفاعلوا، نزيدوا لهم نص كاس زيت، شوية ملح، ملعقة خل، وتبداي تزيدي في الفارينة. انا هنا ما صورت ليش، زدت ضرب مرة واحدة 2 كيسان، لكن انتي زيدي كاس ونصف وبداي تلمي فيها، غير تتلم ما تنشفيهاش، غير تتلم تبقى تتلصق في اليدين. هنا حبسي، دهنيها بشوية زيت وخليها تخمر حتى تضاعف الحجم تاعها. تروحي للصلصة تاعك، هنا تميكسيها اولا، تميكسيها عاد باش تزيدي لها المكونات. تزيدي شوية ملح، شوية حرور، شوية فلفلة حمراء، شوية سكر باش تنحي الحموضة، وشوية طماطم مصبرة. السر راهو في الزيت. الزيت كنت ديريه قبل ما تميكسي غادي يخرج لك اللون برتقالي، تخرج اورانج. لازم حتى تميكسي باش ديري الزيت وتديري المكونات. زيدي ربع كاس ماء وترجعيها فوق النار تعقد. تروحي العجينه تاعك، تشعلي الفرن تاعك يسخن وتدهني الصينيه وتجيبي العجينه تحليها في الصينيه. هذه الصينيه 40 على 41، صينيه كبيره. تحليها غير بيدك بلا ما تحليها بالحلال، غادي تتحل بسهوله، ما تتكمش. ماشي انتي تحلي وهي ترجع، لا، غادي تتحل كيما راكي تشوفي. تقبيها بالشوكه وتجيبي الصلصه تاعك توزعيها على السطح وتبداي في التزيين تاعها. هنا هذا الجبن اختياري، تقدري ما ديريش. تروحي تشري قد 20,000 جبن، ترابيه وتحطي. انا حطيت كميه شويه، ومن بعد زدت الطون، كذلك الطون اختياري، وزيت الزيتون كذلك اختياري. انتي تقدري ديري لاصوص طوماط مع الفرماج رابي وتديها للفرن مباشره باقل مكونات. زدت الجبن وهذه اللمسه تاع المعدنوس اخيره، وتروحي تدخليها للفرن اللي كان مسخن من قبل ربع ساعه، ما تفوتش، ما تخليهاش تنحرق لك، وتخرجيها. هذه هي البيتزا الاسطوريه. غاضتني وحده في فيسبوك قالت البيتزا دائما تخرج لي يابسه، اعطوني الحل. يا اختي هديه ليك، هذه البيتزا هديه ليك. شوفي تجي طريه، تجي درنا نص ملعقه خميره باش ما تجيكش منتفخه بزاف، تجي طريه من الفوق وتجي من تحت متقرمشه. ويعني لازم تذوقيها باش تعرفي النتيجه تاعها. راهي سخونه هنايا، بغيت نقسمها. اذا شفتوا الطريقه تاعها. عجينه اسهل منها ما في، وصلصه اسهل منها ما في، طريقه سهله ومكونات سهله. ما عليكم غير جربوها، وان شاء الله تعجبكم النتيجه تاعها وشهيتكم في الجنه. والى الملتقى.